السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم منوعات من نوبة. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة اجمل صينية فراخ بالبصل. طريقتها جميلة جدا وطعمها تحفة ودايبة بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا دي احنا هنعملها مع رز بالشعرية فقط لا غير، مش هنعمل جنبها اي حاجة. طبعا بتحطي الصوص عليها، بص الصوص بتاعها عامل ازاي، وهي شكلها جميل، عامله اكنها مشويه بالظبط. طريقتها هتعجبكم، ويلا بينا هقول لكم هنعمل ايه بالظبط. يلا بينا. انا هنا كده معايا 5 بصلات كبار، بقطعهم جوانح بالشكل ده بصوا كده. بس اهم حاجه بقطعها رفيعه جدا، دي عشان اعمل صينيه الفراخ. هعمل صينيه فراخ بالبصل اهي. بالشكل ده هقطع الكميه كلها وهوريكم هنعمل ايه. هنا كده انا قطعت كميه البصل كلها. اهم حاجه ان البصل يكون كتير. وهنا انا ما وقفتش نفسي على حاجه، انا عندي فلفل الوان مفرزاه في الفريزر، فلفل رومي بتقطعيه حلقات برضو وبتحطيه معاها. ويلا بينا هقول لكم هنعمل ايه. انا هنا كده جبت صينيه معايا وحطيت فيها معلقتين من السمنه بالشكل ده كده. وهنزل بكميه البصل كلها مره واحده، وهبتدي اقلبها معاكم بالطريقه دي. هسيبها تدبل معانا شويه وهوريكم هنعمل ايه اهو. دي هنعملها مع بعض بشويه رز بشعريه، مش هنعمل جنبها اي حاجه خالص. طعمها جميل جدا وهتعجبكم، وشوفوا معايا الطريقه للاخر هتبقى عامله ازاي. انا كده ابتدت ادبلها شويه بالشكل ده. بصوا هنا كده بقى انا هحط معلقه السكر دي تتكرمل معاها، هبتدي اقلبها تديها طعم حلو قوي اهي بالشكل ده. وهسيبها شويه كده. هبتدي انزل بالفلفل اللي انا مفرزاه بالشكل ده، وابتدي اشوحهم مع بعض لحد ما هوريكم اللون اللي انا عايزاه يبقى شكله عامل ازاي. انا هنا كده هحط معاكم توم باودر، بصل باودر، بهارات فراخ، فلفل اسمر، كمون، قرفه، كزبره. هبتدي احط المكونات كلها بالشكل ده، هقلبها بالطريقه دي كده اهي. بصوا انا بقت عامله معايا ازاي اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا كده خلاص الخلطه بتاعتي خلصت بالشكل ده. بصوا شكلها، الريحه روعه والطعم بيبقى احلى. هنطفي عليها وهوريكم هنعمل ايه. انا هنا كده معايا الفراخ غسلاها كويس جدا ونقعها بملح وخل وليمون ومفتحاها بالشكل ده كده. انا الفرخه مقطعاها ومجهزاها بالشكل ده كده اهي.
اول حاجه هجيب صينيه وهوريكم هنعمل ايه فيها. بصوا انا هنا كده نزلت بشويه ملح، طبعا الملح دوت حسب الرغبه بتاعتكم اهي بالشكل ده. هكون جايبه صينيه بنزل خلطه بالطريقه دي اهي. ببتدي اعمل ايه، باخد الفراخ برصها وببتدي احط في الفتحات بتاعتها بالطريقه دي كده اهي بالشكل ده. بصوا بحشيها كده بصل من جوه اهي بالطريقه دي. هجيب الجزء التاني اهو كده. تعالي كده على بصوا بالشكل ده كده. احط خلطه عليها من على الوش كده. اهم حاجه ان انا بحشيها في الفتحات اللي انا عملتها. الفتحات دي انا عملتها عشان تستوي معانا بسرعه اهي كده. بصوا الشكل هعمل الكميه كلها وادخل ما بين الفتحات بالشكل ده. طريقتها جميله وسهله وطعمها تحفه اهي كده. بصوا ادخلها كده فتحات بالشكل ده. حتى الكبده بتاعت الفراخ والقناصه عملتها بنفس الطريقه اهي كده. وباخد بقيه الخليط بنزل بيه على الفراخ بالشكل ده. طبعا هو انا كده خلصت؟ لا، في تكايه هنعملها مع بعض عشان هحطها على البوتاجاز تاخد غلوه وبعد كده هدخلها الفرن. بص المنظر عامل ازاي اهي. بص منظرها بصوا شكلها كده. انا هنا كده معايا صلصه بيوريه مفرزاها في الفريزر، يا اما لو مش عاملاها بتحطي معلقتين صلصه وعليهم كوبايه ميه بالشكل ده اهو بالطريقه دي. انزل بمعلقه عسل اهي كده بالطريقه دي. بهارات فراخ بالشكل ده كده. هحط كمون وشطه، احط ملح بسيط جدا بالطريقه دي. هنزل بقرفه، طبعا هقلب الخليط كله هسيبه يفكك من بعضه شويه وبعد كده هنزل بيها على وش الفراخ. طبعا هقلبها بالشكل ده بس هسيبها تفك معايا شويه اهي بالطريقه دي. طبعا اللي موجود عندك ما توقفيش نفسك على حاجه خالص، بتديكي نفس النتيجه.
طبعا معلقه العسل عشان تتكرمل معانا، بتدينا طعم حلو قوي. اهي بقلبها كده. طبعا حطيت كل البهارات بتاعتي بالشكل ده. بصوا عامله معايا ازاي. حابين تحطوا عليها بابريكا، تنزلوا بحاجه بسيطه بالشكل ده اهي، وتقلبوها. انا كده فككها من بعضيها خالص، بقت معانا بالشكل ده. وهبتدي انزل بيها على الخليط كده اهي. بصوا طبعا كل الزياده ديت هي هتبتدي تتفكك معانا على النار. بصوا كده اهي. اهي هبتدي اوزع الصينيه كده اهي. بص شكلها عامل ازاي. هحطها على البوتاجاز تاخد غلوه، وبعد كده هدخلها الفرن. هوريكم في الاخر هتبقى عامله ازاي. يلا بينا نحطها على البوتاجاز اهي. انا كده ولعت عليها. حابين تغطوها بورق فويل غطوها، حابين تغطوها بحاجه تانية بالشكل ده. انا هنا كده هغطيها شويه على البوتاجاز بالشكل دوت. واول ما تاخد غلوه هبتدي انزلها في الفرن. لما تاخد غلوه هوريكم شكلها عامل ازاي قبل ما ادخلها الفرن. وهنا كده اول ما غليت معانا بالشكل ده هبتدي ادخلها الفرن. طبعا هطفي عليها الفرن البوتاجاز، وهبتدي ادخلها الفرن بالشكل اهي. وهنا كده صينيه الفراخ بعد ما خلصت معانا بقت بالشكل دوت. طبعا عملنا جنبها شويه رز بالشعريه والصوص بتاعها. بصوا عامل ازاي لحد كده. والفراخ هنا معانا بصوا مستويه ودايبه ازاي. طعمها جميل جدا، طعمها جميل جدا. جربوها وهتدعولي. بصوا منظر الطبق. هنا انا حطيت الصوص اهو. بصوا بصوا الفراخ عامله ازاي. طبعا هي مستويه كده عشان احنا مفتحينها. طعمها جميل جدا. الله. بالشكل ده. لا بجد تحفه. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. معاكم منوعات من نهوبه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.